المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: وصول الفرقة الفنية الإثيوبية إلى أسمرا. مدير مركز الامتحانات تعقد سمينارا في ساوا. ودعم للمحتاجين في لوغو عنسبا. دول الساحل تعزز التعاون في مواجهة الجهاديين. أمريكا تقول أن مطالب بيونغ يانغ عدائية وغير ضرورية. وكوريا الجنوبية واليابان تلتقيان لبحث خلاف تجاري. أهلا بكم مشاهدينا. وصلت العاصمة أسمرا في اليوم 16 من ديسمبر بعثة فنية من جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية تضم 60 عضوا برئاسة وزيرة الدولة للثقافة والسياحة السيدة بوزونيش مسرت في زيارة لإريتريا. وكان في استقبال البعثة الفنية الإثيوبية التي تضم أعضاء من وزارة الثقافة والسياحة ووزارة الخارجية والمسرح الوطني وفنانين بارزين مشهورين. لدى وصولها مطار أسمرا الدولي كان في استقبالها مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد التخليه، ومندوب إريتريا في الاتحاد الأفريقي السفير أرآيا دستا، وسفير إثيوبيا في إريتريا السيد رضوان حسين، والمجتمع الثقافي والفني. وستقدم الفرقة الفنية خلال زيارتها لإريتريا حتى 24 من ديسمبر عروضا فنية في مدن كرن ومصوع وأسمرا تبث مباشرة عبر الفضائية الإريترية. وكانت فرقة فنية إريتريا تضم أعضاء فرقة سبريت التراثية وفنانين بارزين قد أجرت زيارة السلام الفنية إلى إثيوبيا من 14 من فبراير 2019، وأحيت عروضا فنية في مدن أديس أبابا وبهردار وأداما وهواسا خلال الزيارة التي استغرقت 10 أيام. هذا يضم إعلان السلام والصداقة التاريخي الموقع بين إريتريا وإثيوبيا في 9 من يوليو 2018 في أسمرا، والمكون من 5 نقاط يضم بند إقامة التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. عقدت مدير مركز الامتحانات في المعهد الوطني للتعليم العالي والبحوث الدكتور بسرات قبرو سمينارا لطلاب مدرسة وارساي كالو ومنتسبي الدفعة 33 في ساوا. وقدمت الدكتور بسرات في السمينار المنعقد في 14 من ديسمبر الجاري أساليب الامتحانات واللوائح التي يجب على الطلاب اتباعها أثناء الامتحان، إضافة إلى شروط التنظيم للطلاب القدامى، مذكرة الطلاب ببذل جهد حثيث للتفوق في امتحان شهادة الثانوية والقيام باستعدادات مسبقة. وقالت الدكتورة بسرات أن الامتحان التجريبي المقدم في مدرسة وارساي كالو يجري للتعرف على إيجابيات وجوانب أصول الطلاب، ويقدم مساعدة كبيرة لهم، مناشدة الطلاب لإدارة أوقاتهم والاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة. أحل مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية لوغو عنسبا 7 أسر ترعى الأيتام، وذلك من خلال تقديم الماشية، وقدمت لكل أسرة الأغنام والأبقار حسب اختيارها بما قيمته 10,000 نقفة. أوضح مسؤول المكتب السيد داوود تلا أن الأسر تم اختيارها بالتدقيق الذي أجرته إدارة الضواحي في 6 ضواحي بالمديرية. وكان المكتب قد قدم في شهر سبتمبر الماضي الأدوات الدراسية للطلاب المحتاجين. قيم مكتب التعليم في إقليم جنوب البحر الأحمر في الاجتماع الذي عقده في 13 من ديسمبر في مدينة عصب، قيم نتائج امتحانات شهادة الوطنية المتوسطة للعام الدراسي 2018-2019. أوضح التقرير المقدم في الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولو التعليم في المديريات والجهات الشريكة
أوضح جلوس 716 طالبا من 11 مدرسة و152 من أعضاء قوات الدفاع في مدرسة القيادة الشرقية لامتحانات شهادة المتوسطة، وبلغت نسبة النجاح أكثر من 73%. وأشار التقرير انخفاض عدد الناجحين في امتحانات الشهادة المتوسطة هذا العام مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، موضحا أن السبب يعود لغياب الطلاب والمعلمين وعدم إكمال المواد وتدني متابعة أولياء الأمور. وتوصل الاجتماع بعد بحث موضوع الطلاب غير الحاصلين على درجات نجاح، توصل إلى تفاهم لدراسة الأسباب ومضاعفة الجهد والتنسيق لتقوية كفاءة الطلاب. وأفاد الاجتماع بشأن مشاركة المرأة في التعليم بأن مشاركة الطالبات بلغت في المرحلة الابتدائية نسبة 31.7% و26.3% في المرحلة المتوسطة و22.7% في المرحلة الثانوية، ويجب العمل بقوة لرفع مشاركة المرأة الآخذة في الانخفاض. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي أن على أولياء الأمور وإدارة المديريات العمل الجاد لإيجاد حل للمشاركة المتدنية للمرأة في التعليم. تجدر الإشارة إلى أن طلاب إقليم جنوب البحر الأحمر الذين جلسوا لامتحانات الشهادة الوطنية للمرحلة الثانوية حصل 23% منهم على الشهادة و13.3% على درجة الدبلوم و12% لدرجة البكالوريوس في الكليات هذا العام. اختتمت في 15 من ديسمبر المناشطة الثقافية الرياضية لأفراد قوات الدفاع في الجبهة الغربية، والتي استمرت ل3 أشهر منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي. وفي مناسبة اختتام المناشط بمدينة بارونتو، قال قائد الجبهة الغربية العميد تخلك فلاي أن المناشطة الثقافية والرياضية التي استمرت ل3 أشهر بمشاركة قوية من الشباب تعتبر استثنائية من حيث التنظيم والوقت والمنافسات التي شملتها، وحث على الاهتمام الكبير بالبرنامج لاحتوائه على التكوين الجسماني وقيم المجتمع. وشاركت في المنافسات فرق تمثل 15 وحدة، وقدمت الجوائز للفائزين في كافة الفعاليات الرياضية والثقافية وشهادات تقديرية للجهات المساهمة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قررت الدول الخمس في مجموعة الساحل في نيامي تعزيز تعاونها، داعية المجتمع الدولي إلى دعمها للقضاء على الخطر الجهادي المتنامي على أراضيها. وورد البيان الختامي للقمة التي ضمت رؤساء النيجر وبوركينا فاسو ومالي وتشاد وموريتانيا أن رؤساء الدول كرروا عزمهم على بذل ما في وسعهم لتحسين التنسيق بين القوة المشتركة والقوات الوطنية والقوات الدولية الحليفة. وكان مقررا أن تعقد القمة في وغادوغو، لكنها نقلت إلى نيامي تضامنا بعد هجوم دام استهدف معسكر إناتيس في غرب النيجر قرب الحدود المالية، وأسفر عن مقتل 71 جنديا نيجيريا بأيدي الجهاديين. كذلك وجه رؤساء الدول النداء إلى البلدان الأخرى في المنطقة من أجل تعزيز التنسيق بين أجهزة الأمن والاستخبارات في مكافحة الإرهاب والجريمة عبر الحدود، وذلك وفق البيان. اعتبر مبعوث الولايات المتحدة لشؤون كوريا الشمالية ستيفن بيغون أن مطالب بيونغ يانغ بشأن استئناف المفاوضات النووية عدائية وغير ضرورية، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إجراء محادثات جديدة. وكانت كوريا الشمالية قد شددت أنه على واشنطن تقديم تنازلات جديدة إليها بحلول نهاية عام 2019، وذلك مع وصول المفاوضات النووية إلى حائط مسدود منذ انهيار قمة هانوي بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس دونالد ترامب في فبراير. وصدرت عن بيونغ يانغ سلسلة بيانات حادة بشكل متزايد في الأسابيع الماضية، إلا أن بيغون قال للصحفيين في سيول جميعها وصلت إلى مسامعنا. وتوعدت بيونغ يانغ أنه في حال فشلت واشنطن في تقديم عرض لها يمكن قبوله سوف تتبنى نهجا جديدا لم تفصح عنه. ويحظر على كوريا الشمالية إجراء أي تجارب عسكرية أو صاروخية بموجب قرارات الأمم المتحدة. اجتمع مسؤولون كبار من اليابان وكوريا الجنوبية لأول مرة يوم الاثنين منذ أن فرضت
طوكيو قيودا على تصدير مواد ذات تكنولوجيا متطورة إلى جارتها، مما أدى إلى نشوب أزمة جديدة في العلاقات بين الدولتين الحليفتين الولايات المتحدة. وفرضت اليابان قيودا على تصدير 3 مواد تستخدم في صنع أشباه الموصلات في يوليو، لتعرض بذلك للخطر إحدى ركائز الاقتصاد الكوري الجنوبي. والتقى بويتشي إيدا المدير العام في إدارة الرقابة على التجارة بوزارة التجارة اليابانية ونظيره الكوري الجنوبي لي هيون في طوكيو في أول محادثات ثنائية تعقد على مستوى رفيع منذ 3 أعوام ونصف العام. وأشارت اليابان إلى قلقها من عدم كفاية القيود التي تفرضها كوريا الجنوبية على هذه المواد، مشيرة إلى احتمال شحنها إلى كوريا الشمالية، على الرغم من أن هذه القيود فرضت في وقت توترت فيه العلاقات بسبب خلاف بشأن تصرفات اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. إنجاز كبير كان منتظرا منذ العام 1912 دخل حيز الخدمة في كل من فرنسا وسويسرا، خط قطار ليمان السريع الذي يربط ما بين مدينتي جنيف في سويسرا وأنماس في فرنسا في غضون 22 دقيقة، دشن رحلته الأولى على مسافة 16 كيلومتر. هذا المشروع يتيح بدء تشغيل أكبر شبكة للقطارات عبر الحدود في أوروبا لأكثر من 50 ألف شخص يوميا. وقطار اليمان السريع يتوقف في 45 محطة على طول 230 كيلومترا ما بين مدينة جنيف وضواحيها، وكذلك مناطق فود ولان وهوت سافوا. وبشكل ملموس يسير خط اليمان السريع تحت الأنفاق خلال معظم رحلته في سويسرا، وكلف هذا الرابط حوالي 1.42 مليار يورو. هذا المشروع سيحد من ظاهرة التلوث وسيوفر الوقت للمسافرين عبر الحدود. وفيما يتعلق بالمعدات، استثمرت منطقة إيفران رون ألب بشكل خاص 420 مليون يورو لشراء 27 قاطرة من شركة ألستوم سيتم تشغيلها على هذه الشبكة الجديدة. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، من اللقاء.